بص يا رئيس البهايم، بص يا رئيس بص يا رئيس في حادثة. اقول لك على حاجة يا سيدي عشان ترتاح، انت اخرك تعمل معايا ايه؟ اخرك تحلل لي. ايوه يا سيسي والله اخرك تحلل لي، ما تعرفش تعمل معايا غير كده. الفيديو اللي انتوا شفتوه ده منتشر على وسائل السوشيال ميديا لسواق نقل تقيل من اسماعيلية. الراجل ده طالع من عربيته متعصب ومخنوق وبيهدد تهديد خطير، بيقول لو الموضوع الكمائن والتفتيش بالشكل ده مستمر ممكن تحصل كارثة. وده مش واحد بيهزر، ده واحد واصل لمرحلة الانفجار. سواق كل شوية بيوقفوه، كل شوية تفتيش، كل شوية يتعطل، وقته بيضيع، بنزين بيغلى، مازوت بيغلى، أكل وشرب وغيار زيت وصيانة، كل الأسعار مولعة نار. تيجي بقى فوق كل ده توقفه كل 10 كيلو. أنا مش بدافع عن تهديد، وأي تهديد لأرواح الناس مرفوض، بس السؤال هنا إيه اللي وصل راجل بالشكل ده إنه يتكلم قدام الكاميرا ويقول كده؟ سواقين النقل التقيل دول شايلين اقتصاد بلد على ظهرهم، من غيرهم مفيش بضائع هتوصل، ومن غيرهم مفيش سوق هيتملي. إنما الواقع إن كتير منهم بيشتكي من نفس القصة، كمائن كتير وتعطيل، وفي أوقات كتيرة بتحصل تجاوزات من الشرطة. في ناس بتعدي بسهولة وناس تفضل واقفة بالساعات. طب ده ليه؟ هو القانون بيتطبق على المزاج؟ لو الكمائن للسلامة والأمن تمام، محدش ضد الأمن، بس الأمن عمره ما كان معناه إنهاك الناس. اللي بيحصل ده بيخلق احتقان وبيخلق غضب، وبيخلي أي واحد حاسس إنه مظلوم ممكن يقول كلام خطير. الفيديو انتشر وفي ناس طلبت بالقبض عليه فورا، وفي ناس تانية قالت إن الراجل بيعبر عن غضبه وعن شريحة كبيرة من السواقين. وده بيورينا قد إيه البلد بقت منقسمة، ناس شايفة إن أي اعتراض يبقى جريمة، وناس شايفة إن الصوت العالي هو الطريقة الوحيدة اللي تخلي حد يسمعها. أنا شايف إن الحل مش في إننا نكتم الصوت ولا إننا نسيب تهديد يعدي عادي. الحل في سؤال واضح، هو ليه الناس بقت توصل لمرحلة الانفجار؟ لو في فساد يتشال، لو في تعسف يتراجع، لو في مبالغة في التفتيش يتظبط، عشان لما راجل يطلع يتكلم يبقى بيتكلم في مشكلة مش بيهدد بكارثة. احنا مش مستحملين كوارث جديدة، ولا اقتصاد يستحمل شلل، ولا شعب يستحمل ضغط أكتر من كده. قولوا لي رأيكم في التعليقات تحت، هل ده واحد غلط وخلاص ولا ده عرض لمرض أكبر بكتير؟